ده احنا ما كلمناش بقى عن بنى كنيسه ولا مش عارف كنيسه اللي اتحرقت ولا مش عارف ايه. يعني هذا امر يجعل بالفعل هناك قلقا شديدا على قدرات الحكومه المصريه على ضبط الامور. وكل حادثه تظهر اذا كانت من ناحيه تقول فلول النظام او السلفيين حتى، فمن ناحيه اخرى تقول ان هذه الحكومه ضعيفه ورخوه. ثم تدعنا مرة أخرى نتساءل عن ماذا يحدث للأقباط في مصر. ثم قاموا الأقباط قاعدين بقى طبعا قصاد الكنيسة قصاد المسبيرو ومش قايمين. طب ما هو روح اقنعهم بقى، روح اقنعهم يقوموا ويفضوا اعتصامهم. هم كانوا فاضيين خلاص. إذا كنت أنت مش قادر تفتح كنيسة، وبصراحة أنت مش قادر تفتح كنيسة، هتتشطر على فض اعتصامهم. اشمعنى هم؟ يعني احنا عايزين دولة قانون، دولة قانون. طب ده عايز اقول لك حاجة اكتر من كده. احنا لو عايزين دولة اسلام لازم نفتح الكنيسة. اسلامنا يحتم ان احنا نفتح الكنيسة. وبالمناسبة احنا مش في السعودية اللي هو منع بناء الكنائس. والوهابيين ما هم لاحظوا طبعا انهم يفتحوا قواعد امريكية في السعودية، دي مسألة عادية ايه يعني ايه، ويعملوا فيها كنائس. انما يعني وانهم يجلبوا الموالاة مع الغرب ومع الكفار من وجهة نظرهم لمواجهة المسلمين انما مش مهم. ما هناك بقى خلاص يتصرفوا هم في السعودية. احنا في مصر مش عارفين نفتح كنيسة ومانعين فتح كنيسة. هل هذا اسلامنا؟ انا اسأل. دي مش دولة مدنية. سيبك من الدولة المدنية يا سيدي، خلاص انت راجل يعني هنكلمك من ايام يزيد بن معاوية. وقول لي احكي لي كده عن خليفة من خلفاء المسلمين منع بناء الكنائس في مصر او اغلق الكنائس في مصر. مش كل شويه انتوا تقعدوا تبزوا الاقباط بان احنا المسلمين جم وفتحوا مصر وحافظوا على دور العباده والكنائس ولم يمس مش عارف ايه والسماحه وكل هذا سليم وحقيقي كويس. ايه بقى؟ ليه انت يعني ليه بتقول لنا كده؟ ليه لا مؤاخذه بنعاير الاقباط بسماحه الاسلام ولا نطبقه؟ ده طبعا بكلم اخواننا اللي راحوا حوالين الكنيسه عايزين يمنعوها، اللي هم مش هيسمعوني، وهم لما يسمعوني طبعا هنسمع من المناء خيار بقى اللي هو كافر وملحد وعلماني وليبرالي وشيعي وشوعي وكل بقى الحاجات اللي هم مش فاهمين فيها حاجه دي خالص دي اصلا. لكن اللي انا عايز اقوله بثقه شديده، ربما بثقه مبالغ فيها، ان فكره عدم قدره الحكومه على فتح كنيسه هذا امر مش جرس انذار بقى. الحقيقه هذا امر بعد الفاصل.